الرحمن الرحيم. اليوم كلام يا جماعة الخير على اللي ينشرون الإشاعات. التلفون يا جماعة الخير حاطينه حق الشيء الضروري. تروح ريال مترقد بالمستشفى مثل الشاعر محمد رفيع تكتب عليه انه توفى تحط صورته، والله ممثل عبد الله ملك. شنو ذي يا جماعة الخير؟ حرام وما يجوز صراحة، وعيب وعيب. انا اقول لك اللي يسوي ذي والله العظيم مع احترامي لكم اعتبره مو بريال، وعيب عليه ولا بحريني ذي. تروح تطلع الفقاره اللي مرقد وتروح تكتب عليه انها توفت تحط صورته. ها والله الفنان احلام تحطون صورته وتنزل عليه. ليش كذي يا اخي؟ ايش عليكم من الناس؟ حرام ما يجوز. فقيره فنانه تحطون عليها صوره خروف وصوره وجه. ليش؟ احنا ما نرضى لا على احلام ولا على اي واحد صراحه، حتى لو عادي مو ممثل. مو على كيفكم انتم تروحون تاخذون الصور تكتبون عليهم وتحطون عليهم. هاي حرام وما يجوز صراحه. ليش يسوون؟ ليش؟ انا اقول لك احلام لها الكرامه والحشيمه، والشاعر محمد رفيع لها الكرامه والحشيمه، والممثل عبد الله ملك احطه على عيني وراسي. هذول انا ما نرضى عليهم، هاي بحرينيين وفوق هذه خليجيين، ما نرضى. مو بفقيره. وبعدين انت يا احلام الله يهديك انت ما في داعي انك ساعه تطلعين. ها انا ويا الحلو ندري انت حلوه وجميله، والله خليك حق اهلك ان شاء الله. ما في داعي كذي. شوف الناس يسوون فيك، يلعبون فيك لعبه القبه، واحنا ما نرضى عليك، وانا واحد ما ارضى عليك بخلاف يا جماعه الخير. وصراحه ويوزعوا عن الحركات دي. التلفون حاطينه حق الحاجه الضروريه، مو بتكلموا من الناس كذي. حرام ما يجوز بعد. وانا ما ارضى صراحه، ولا ارضى على بحريني او خليجي. اخوكم محمد خليل ابو خلاف. شكرا.